ازاي كأم تقدري تحمي بنتك من اضطرابات الطعام ومن اضطرابات تشوه صورة الجسم، وتخليها طالعة كده علاقتها بالأكل صحية وعلاقتها بجسمها كمان صحية. أمهات كتير قوي بيكون كل هدفهم في الحياة إن هم عايزين يحموا عيالهم من اللي هم مروا بيه، بس ساعات الطريقة بتكون غلط شوية. يعني هي بتبقى قاصدة تعمل حاجة مثلا فبتعملها بطريقة مش صح فبتدي نتيجة عكسية. أول حاجة وأهم حاجة هتكلم عنها هي فكرة إنك ما تغلطيش في بنتك، ما تغلطيش في بنتك أبدا. يعني وما تكونيش الأم اللي طول الوقت بتتعصب وبتزعق وعلى طول متضايقة. أنا عارفة إن ضغوط الحياة صعبة، وعارفة إنك ممكن تكوني مش في أحسن حالاتك، ممكن تكون علاقتك بجوزك مش كويسة، ممكن يكون في حاجات كتير، ضغوط بقى في الشغل، ضغوط من الناس، أيا كانت. بس خليكي فاكرة ان اللي انت بتعمليه في بنتك دلوقتي هي هتفضل فاكراه وهترتب عليها يعني هترتب حياتها قدام على اللي انت بتعمليه. عشان كده الامومه دي حاجه كبيره جدا، تمام؟ فلازم تشتغلي على الموضوع ده. لو عملت حاجه وجيتي عايزه تعاقبيها، عايزه تفهميها، فهميها من غير ما اللي هو ما تهينيها او ما تحسيها ان هي اللي فيها المشكله، لان الموضوع ده بيبدا يترتب عليه ان البنت بتحس ان هي عندها مشكله وان هي مش كفايه وان هي على طول غلط. بيترتب عليه شعور بالذنب طول الوقت، شعور بالذنب ده بيبدا يتنقل لحياتها وهي صغيره مش هتحس، بس لما تبدا تكبر هيبقى عندها مشاعر كتير هي مش عارفه تتعامل معاها فهتلجأ للاكل. والطبيعي كمان انها تبدا ثقتها في نفسها تقل، فاكيد علاقتها بجسمها وبشكلها هتقل، خصوصا كمان ان احنا دلوقتي السوشيال ميديا مفتوحه وفي مقارنات وشايفين الدنيا عامله ازاي، فهتبدا تخش في مشاكل جامده جدا. تاني حاجه مهمه جدا هي انك ما تتنمريش عليها ابدا. زايده ما تعلقيش على زيادتها، يعني ما تقولهاش انت تخينه، لا، ابدأي معاها، ابدأي فهميها ان الاكل الصحي، طب تعالي نتمرن. دايما حتى لما بتجيلي يعني لما بتجيلي واحده مثلا تتابع معايا وبتكون بقول لها انت اللي في ايديكي تغيري طريقه عيالك. يعني انت ممكن تكوني انت زايده اصلا، انت عايزه تخسي بالوزن، فخدي بنتك في ايدك. من ضمن الحاجات انا فاكره وانا صغيره ماما كانت بتخلينا نرقص سوا ونتمرن سوا كل يوم الصبح. الموضوع ده اثر فيا بشكل ايجابي جدا، فالنقطه دي مهمه قوي. يعني بدل ما تتنمري على شكلها، بدل ما تقولي لها انت جسمك كذا، انت فيكي كذا، لا، يعني حاولي تعملي معاها الصح وتفهميها ان ده الصح. والنقطه الثالثه مهمه جدا انك تربي نفسك. يعني احنا دايما بنشوف امهاتنا بيعملوا ايه وبنبدا نعمل زيهم، تمام؟ انت الصوره، النسخه الانثويه في حياتها، فهي هتشوفك وهتبقى عايزه تقلدك. فلو انت مثلا حاسه ان هي علاقتها بالاكل مش صحيه، حسني علاقتك بالاكل، ابدأي امشي على حاجات صحيه اكتر. لو انت عندك اضطراب تشوه صوره الجسم وبتشوفي جسمك مش حلو، ابدأي اشتغلي على الحاجات دي. فيديوهات بقى، انا هغرقكم في فيديوهات الفتره الجايه في المواضيع دي، هتفرق معاكم قوي. وفي نفس الوقت بقى فيديوهات، كتب، افهمي عن نفسك اكتر، في مساحه ان انت يعني تروحي لثيرابيست او كده، روحي يعني اشتغلي على انك تحلي الحاجات دي. لان بريقك هيأثر جدا في نفسيه بنتك، يعني هتلاقيها ان هي بتقلدك. الحاجه اللي بعد كده، ما تسمحيش ابدا لاي حد انه يتنمر عليها ابدا، ما تسمحيش لاي حد انه يعلق على شكلها، ما تسمحيش لحد يقول لها انت تخينه، انت رفيعه، انت وشك فيه، انت. دايما ردي بحزم عنها قدامها، ده هيربي جواها شعور ان هي تستحق ان محدش يعلق عليها، وهيربي جواها شعور ان هي تعرف ترد او تعرف توقف كل واحد عند حده لما تكبر. لكن هي لو لقيتك بتسمحي ان الناس تتنمر عليها او تتريق عليها وما بتاخديش موقف، هي هتحس ان ده العادي، فلما تكبر هتلاقي الناس بتضغطها اكتر. وبجد يا جماعه، ما اكثر المرضى النفسيين في الحياه، ما اكثر الناس اللي بتهد بعضها بالكلام. النقطه اللي بعد كده مهمه جدا، انك لازم تتكلمي معاها وتعملي لها وقت تحكي لك فيه عن يومها. ممكن تكون بتتعرض للتنمر في المدرسه، ممكن تكون في حاجه مضايقاها في المدرسه، فلو انت الام اللي هو خلاص مش مهم، يلا شوفي وراكي ايه عشان انا مشغوله او عايزه تقعدي على النت او عايزه اللي هو بشتغل فمش فاضيه، ده هيأثر على نفسيه البنت جدا. كل ما البنت قدرت ان هي تتكلم معاكي وقدرت تطلع الحاجات اللي جواها وانت قدرتي تحلليها وتتعاملي معاها صح، ده بيطلعها واثقه في نفسها اكتر ومرتاحه اكتر وعندها سلام اكتر، فده طبيعي هيأثر على علاقتها بجسمها وعلاقتها بالاكل جدا. النقطه اللي بعد كده زي ما قلت، ان انت تشتغلي على نفسك عشان هي هتقلدك. بعد كده انك مهم جدا ما تخليهاش فاضيه، ما تخليهاش يومها فاضي.
الفراغ من اكتر الاسباب اللي بتسبب زيادة الوزن والاكل الكتير. كنت بتفرج على بودكاست الانس، كان مستضيف فيه ناس زايدة في الوزن، بيتكلموا عن رحلتهم، خسوا ازاي، وصلوا الوزن ده ازاي. كان جايب صانع محتوى ده بيقول ان هو كان بيصنع المحتوى في البيت، فما كانش اللي هو مش مهم بقى ان هو ينزل او يعمل حاجة تانية. معاه بقى مثلا فلوس بتجيله من صناعة المحتوى، فخلاص هو مش محتاج حاجة تانية. فده كان مخليله عنده وقت كبير فراغ، الوقت ده كان بياكل فيه، فزاد ل200 وحاجة. امثلة كتير قوي بتتحل المشكلة فيها بان يبقى وراكي حاجة تعمليها. والطفل احنا بنزرع فيه، فانت لو بنوتك صغيره وبداتي تعلميها ان انت على طول المفروض وراكي حاجه بتعمليها، وراكي حاجه بتتطوري فيها، في حاجه كده انت شغاله فيها بقى، سواء رياضه، سواء هوايه معينه بتحبيها بتتطوري فيها، ده بيخليها تبدا توصل ان الدوبامين في جسمها يبقى موجود بشكل طبيعي، مش اوفر قوي من الاكل. يعني هي تبقى مبسوطه بالحاجات اللي هي بتعملها مش بالاكل. النقطة اللي بعد كده هي انك لازم انت نفسك تفهمي الاكل احنا بناكل ليه، ولازم تفهميها. لان احنا دلوقتي سهل قوي تروحي اي سوبر ماركت تشتري شوكولاتة وشيبسي وتاكلي بيتزا وتاكلي برجر وايس كريم طول الوقت. وده اللي بيبقوا الاطفال في الغالب بيعملوه. فلو انا عايزة اخلي بنتي ما تاكلش الاكل ده او تبقى علاقتها بالاكل صحية، انا لازم اتكلم معاها بوعي. يعني لازم بوعي كده افهمها ان الاكل ده مش اصح حاجة، ان الاكل ده بيأذيكي. اكلمها ان اللي انت بتاكليه ده هو بيأثر على كل حاجة في حياتك. وتبدأ تلاقيني بعمل كده، عارفين اللي هو يعني بص على ماما الاقيها بتتمرن، الاقيها جسمها حلو، الاقيها اكلها صحي، فالست دي حلوة، فانا عايزة ابقى زيها. يعني فاهمين قصدي؟ بس الحاجات دي اللي في دماغي دلوقتي. كل ما اشتغلتي على الحاجات دي مع بنتك وهي صغيرة، كل ما ده فرق معاها في حياتها قدام. نقطة تاني اللي هفضل اعيد وازيد فيها يا جماعة، احنا محتاجين نربي نفسنا قبل ما نربي عيالنا. يعني ولو انت بنوتة لسه ما اتجوزتيش او لسه ما خلفتيش، اشتغلي على الحاجات اللي فيكي، اشتغلي على الحاجات اللي انت حاسة فيها بعدم امان. يعني ممكن اكون انا مثلا حاسة بعدم امان في علاقتي بجسمي، ممكن اكون حاسة بعدم امان في علاقتي بالاكل، ممكن اكون ما بعرفش اخد حقي، ممكن اكون مستباحة او استحقاقي قليل. اشتغل على الحاجات دي كلها عشان لما يجي بنتي او ابني، بس انا بحب البنات اكتر بصراحه عشان انا عنصريه يعني، فلما يجي بنتي او ابني يلاقوني كويسه، فهم هيبداوا يبقوا كويسين. تمام. النقطه المهمه برضو ما قلتهاش، لا تسمحي لزوجك العزيز ان هو يتكلم معاكي بطريقه وحشه قدام عيالك. والنقطه دي صارمه ولازم جدا تركزي فيها. ما ينفعش ان هو يمد ايده عليكي قدام عيالك، وما ينفعش يمد ايده عليكي اصلا، بس ما ينفعش يعني قدام عيالك كمان اكبر. ما ينفعش تخانقوا قدام عيالك. لازم الولاد يبقوا دايما شايفين صورة اب وام مثالية، حتى لو هي مش مثالية. ليه؟ لان ده يعني حتى لو في خلافات او في كده لوحدكم، بس قدام العيال لا، احنا زي الفل واحنا تمام، وبابا بيحترم ماما وماما بتحترم بابا وكده. لان يعني هقول لكم، الاب بالنسبه لاولاده هو الحاجه السند الظهر، بنفس الكلام الام. فلما يحسوا ان الاتنين بيهينوا بعض، فاهمين اللي هو قشطه، يعني ده انا ماليش سند ولا ظهر ولا حاجه، وهتطلع. بصوا، في مشاعر كتير قوي 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 الانسان بيمر بيها، بيكون التعامل معاها هو الاكل عشان يهدي المشاعر دي. والمشاعر دي ما بتطلعش صريحه، يعني هي بتفضل يعني ممكن الطفل ده يكبر ويتجوز ويخلف، تفضل الحاجات دي في دماغه، لان هو بيداريها وبيعمل لها كوبينج ميكانيزم، او هو مش فاهم. اما بيبدا يفهم ويشتغل على الحاجات دي، بيلاقي ان اساسها في بيته، اساسها في الحاجات اللي هو شافها من مامته وباباه. فاحنا مش عايزين عيالنا يبقوا كده، فهنحاول. اكيد كل واحد بيقدر يعمل على قد ما يقدر. انت ممكن يكونوا اهلك اذوكي بس هم مش قاصدين، فانت المفروض عرفتي تاخدي بالك من ايه، فهتاخدي بالك منه عشان ما تاذيش ولادك، عشان تقطعي الدايره دي. وبس يعني دي الحاجات اللي في دماغي قوي، والموضوع ده مهم جدا. في اطفال كتير طالعين دلوقتي في ايدينا ان احنا نخليهم قدام حابين نفسهم اكتر وواثقين في نفسهم اكتر، وعلاقتهم بجسمهم وبالاكل احسن. السلام عليكم.